اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا جدا يا حلوين، ورجعنا من جديد علشان نكمل قصتنا اللي بقلم الكاتبة المبدعة هايدي محمد. وما تنسوش تفرحوني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم كل حلقاتنا الجديدة. ويلا بينا بسرعة بقى ندخل جوه تفاصيل الحكاية ونقول بسم الله. وبعد ما خلصوا أكل طلعوا غيروا، وآسيا قالت لهم هيا بنا يا رفاق إلى البحر هجوم. وطلعوا يجروا كلهم ونزلوا كلهم البحر. وسارة كانت فرحانة جدا جدا، وآسيا قالت لها ايه ده انت بتعرفي تعومي؟ ومروان بص لها ورفع حواجبه علشان كانت قايلة انها مش عايزة تروح عشان ما بتعرفش تعوم. وسارة بإحراج فهمت نظرته وافتكرت لما قالت مش بتعرف تعوم علشان تهرب ان هي ما تجيش. إيه مش قوي يعني، على قد كده. كل ده ومش قوي؟ دي اللي بتعوم عوم كلابي دي قرفانة كل شوية، انا سباحة ماهرة. وشاور على آسيا لم نفسك يلا نعمل سباق يا سارة. وقف مروان ومحمد يشوفوا مين اللي هيكسب. يلا استعد انطلق. وعمت سارة بسرعة وكانت هي الأسرع ووصلت قبل آسيا، وهم راجعين برضو سارة سبقتها ومحمد صفر. والآن أعلن نتيجة المسابقة، بقت المحاولة بالفشل لآسيا لتحتل سارة الفوز. طب يلا أنا وأنت وأنا اللي هسبق. وبدأت آسيا ومحمد يعوموا وآسيا هي اللي كسبت، بعدها محمد ومروان هو اللي كسب، وبعد كده آسيا ومروان هو اللي كسب برضه، ومحمد هو بيقلد معلقين الكورة. أوه يا ولد يا لعيب، مروان الأسيوطي يتقدم وببراعة ويربح. والآن المواجهة الحاسمة بين هذا المروان وسباحتنا سارة لنرى من يفوز. يا ترى من سيفوز؟ وقفت سارة ومروان على مسافة واستعدوا، وبعدين انطلقوا هما الاتنين بنفس السرعة. ايه ده؟ الاتنين في نفس السرعة؟ نشوفوا هما راجعين مين اللي هيكسب. وصلوا مع بعض. ايه ده؟ تعادل محدش كسب؟ لا احنا عايزين نتيجة حاسمة. روحوا تاني. وقفوا ياخدوا نفسهم، وبعد شوية بدأوا ورجعوا برضو مع بعض ومحدش قدم على التاني. ومحمد بذهول ايه ده؟ معقول؟ دي عمرها ما حصلت. يا مارو ماذا حدث لك يا رجل؟ حاجة غريبة فعلا. وايه الغريب في كده؟ عشان مروان كان بطل في السباحة. بس فعلا سارة بتعرف تعوم كويس جدا وبسرعة. واخيرا لقينا حد ينافس مروان الاسيوطي، وطلعوا من المية وقعدوا كلهم على الرمل يشوفوا منظر الغروب. ما كانش في حد موجود غيرهم لان الشاليه والمنطقة دي كلها ملك المروان الاسيوطي. يلا يا جماعة نخش نغير عشان نخرج. ودخلوا كلهم، لبسوا ونزلوا وراحوا اماكن كتير جدا واتمشوا كتير قوي. سارة اقفي لما صورك. واتصورت، وبعدين خدت صورة هي وآسيا وروحوا وكلهم طلعوا وناموا. وتاني يوم صحوا كلهم على صوت عالي ورزع على الباب. يا رفاق اصحوا يلا نلحق اليوم من اوله. يا بنت انتي مش هتعقلي بقى؟ لا يلا. ونزلوا فطروا وطلعوا وقعدوا يلعبوا كورة وفرحوا جدا. وبعدين طلعوا غيروا ونزلوا يتفسحوا، راحوا زاروا محميات وشافوا طيور وحيوانات نادرة. وسارة عمرها ما شافت الحاجات دي وكانت مبهورة جدا. واتغدوا وفضلوا لحد بالليل، وبعد كده روحوا. وتالت يوم آسيا بزعيق اصحوا اصحوا. يا عم ده انت كان عندك حق، هو كل يوم كده نصحى مفزوعين؟ عشان تبقى تصدقني يا ابني الساعة 8 لسه بدري. يلا مفيش وقت، انا حجزت دايفنج يلا عشان نروح. ولبسوا كلهم وراحوا وطلعوا كلهم على اليخت وكلهم عملوا دايفنج. سارة شافت الاسماك الملونة والشعاب المرجانية، بجد حاجة تحفة. وقضوا اليوم وبعد كده روحوا. وتاني يوم محمد يا قوم اصحوا. فعلا الهبل ده وراثة في العيلة عندكم. ايوه اشمعنى هي مرة من نفسي. يلا عشان رايحين سفاري. وراحوا كلهم واتفسحوا في الصحراء، وكان اليوم ممتع وكان معاهم ناس كتير في الرحلة. وبالليل كل اللي في الرحلة ولعوا نار وقعدوا يغنوا ويسقفوا وكان الجو جميل. وقرروا يباتوا في الخيمة اللي هم عملوها، سارة وآسيا مع بعض ومحمد ومروان مع بعض. بعد شوية آسيا صرخت محمد الحقني. ومروان ومحمد سمعوا الصوت طلعوا يجروا على خيمة آسيا وسارة. ومحمد بخضة في ايه اللي حصل؟ تعبان. محمد شاف تعبان صغير على الارض موته. وبعد كده بص لآسيا وغيظ، هو ده اللي انت جريتين عشانه؟ واحنا كان عندنا ابوه في الخيمه بتاعتنا ومحدش سمع لنا صوت؟ ده اللي فضحت الدنيا عشانه، ده يتعامل معامله الصرصار ويتداس عليه. ما انا بخاف من الصرصار برضه. محدش يحوشني، احنا غلطانين اصلا ان احنا عبرناكي، ما كانش طلع لك كوبرا قفشت في رقبتك وخلصتنا. خلاص بقى يا محمد يلا فين؟ احنا هننام هنا ازاي؟ لا انا خايفه لحسن يجيلنا عقارب، احنا لازم نمشي. خلاص بقى يا آسيا احنا كمان شويه هنتسلق الجبال وهنشوف الشمس وهنمشي. لا هنمشي دلوقتي. خلاص تعالوا نقعد بره شويه لحد ما الكل يتجمع وبعد كده نمشي. ماشي، فكره نميسه والله. ومحمد بصلها بقرف وطلعوا كلهم قعدوا بره وولعوا نار. ما الناس كلها نايمه اهي ومحدش طلع له حاجه غير حظنا احنا الاسود. خلاص بقى يا محمد ما احنا ياما نمنا، خلينا نفرح شويه. وبعدين ايه الملل ده؟ لسه ساعتين على ما الكل يتجمع.
هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هبهركوا بصوتي واغني. الله، انت فنانة؟ طبعا. وقعدت آسيا تغني. بس 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 بس، الله يعكن عليكي، ايه الهم اللي جبته لنا ده واحنا قاعدين؟ ايه ده؟ انت ايش فهمك؟ دي ملكة الاحساس. والله انت ما عندك احساس. احنا قاعدين في رحلة، عايزين حاجة تفرفشنا، عكننت علينا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اللي غلطانة، مش انت قلت زهقان؟ اسكتي، ده المال الارحم. وقعدوا يتكلموا شوية لحد ما الناس اتجمعت وطلعوا يتسلقوا الجبل قبل ما الشروق يطلع عشان يشوفوا المنظر من فوق وهم طالعين. فرمتي رجلي يا عم، ما كانش قصدي، الدنيا ضلمة. امال الزفت الفلاش ده بيعمل ايه؟ نوري وشوفي. خلاص بقى، مش حوار هو. يا ما نفسي ازقلك من هنا، بس للاسف مش عارف. عشان خاطر امك، مع انها ممكن تشكرني، تصدقي؟ يا خرابي، مش قادره، هموت من الضحك. الحقوني، عيل سخيف. خلاص بقى، هو احنا واخدين معانا اطفال؟ ووصلوا كلهم لقمه الجبل والشمس لسه بتطلع. كان المنظر رائع، وساره طلعت الموبايل بتاعها وصورت المنظر ده من كتر ما هو جميل جدا ياخد العقل. سبحان الله من الجمال. الله الله الله، ده احنا ما كناش عايشين يا جدع. يا واطي بقى، انت تشوف كل ده وما تجيبنيش غير مرة؟ وكانت غلطة. ونزلوا بعدها من على الجبل وركبوا بيتش باجي في الصحراء، وبعد كده رجعوا الشاليه. بقول لك يا مروان، احنا قضينا ايام حلوة قوي في دهب. انا نفسي اروح اسكندرية. عيلة وش فقر، المسافة بعيدة قوي من هنا اسكندرية. ماما الله يرحمها كانت بتحب اسكندرية قوي. طب يلا يا جماعة البسوا عشان نروح. محمد بصدمة، ايه بجد يا ابني؟ المسافة كانت بعيدة من شوية. ما انا اكتشفت ان عندها حق، احنا على طول في شرم والغردقة ودهب، نجرب نروح اسكندرية. بس انا مش هقدر اسوق كل ده، نبقى نبدل انا وانت. يلا. انا تعبت. في استراحة قريبة هنا هننزل فيها. ونزلوا وشربوا قهوة وكملوا الطريق، وبعد 8 ساعات وصلوا اخيرا ودخلوا اكبر فندق في اسكندرية، وكلوا وطلعوا ناموا من ارهاق السفر. وبعد كده نزلوا فطروا. يا عم كنا رحنا فندق في دهب برضه، الحمد لله ما صحناش على خضة. عارفة لو كنت عملت حركاتك اللي بتصحيني بقى دي كانوا طردوكي. يلا نروح البحر. استني لما نسأل فين شط الفندق. لا، شط الفندق والحاجات النضيفة دي لا، انا عايزة شط عادي اللي هو مجانا، اللي بيدخلوه كل الناس. وده من ايه ده؟ نفسي اشوف ناس كتير واكل حمص الشام على البحر واشوف الحاجات الشعبية دي، نفسي قوي. فاكر يا محمد لما كنا اطفال قبل ما يبقى معانا فلوس، كان ده المصيف بتاعنا، مش الحتت الفخمة دي اللي احنا بنروحها. وسارة باستغراب، انا بجد مستغربة ان في حد كده الفلوس ما غيرتهوش. في ناس لما بيكون معاها فلوس بتمحي كل الذكريات دي من دماغها وعمرها ما بتحنلها. مش كل الناس. لما تبقى كل الرفاهية دي قدامك هتحني تاني للأيام دي. ومروان خدهم فعلا وراحوا شط عادي بتاع حمص الشام اهو، وجريت. عايزة 5. 5 ليه؟ احنا 4 بس، انا عايزة 2 ياما. وجابوا واكلوا. انا فرحانة قوي، بقالي كتير ما اكلتوش. وكانت ماشية على البحر اوشوش الودع. الله، انا هروح اوشوش الودع. بطلي خرافات، الكلام ده مش حقيقي، ادينا بنلعب. مسكت الودع ووشوشته، وبعدين الست اخدت كفايه تقراه. جايالك فرحه كبيره قوي، جواكي حزن بتحاولي تداريه، بس الفرحه اللي جايالك هتمحي كل الحزن ده. اسيا فرحت قوي. تعالي يا ساره جربي. لا، انا مش بعترف بالكلام ده، خايفه يبان في عينيكي اللي مش شايفاه بس قلبك حاسه. انت بتقولي ايه يا ست انت؟ والست بصت في عين ساره وقالت لها انسي الماضي، ما تفكريش فيه، الانتقام مش حل، لسه اللي جاي سواد. ومسكت السلسله اللي في رقبه ساره وقالت لها حافظي على اللي باقيلك منها. انت قصدك ايه؟ والست اختفت من قدامهم، وساره قعدت تلف وتدور عليها مش لاقياها. وساره بزعيق هي راحت فين وقصدها ايه بالكلام ده؟ وساره افتكرت ان السلسله دي اللي خلتها قالت لها ما تقلعهاش وخليها في رقبتك، وانها تفتكرها بيها. مش معقول، اكيد مش قصدها، مش ممكن يكون ده حصل. ايوه، احنا زي نصدق الخرافات دي. وطلعت موبايلها واتصلت بخالتها اكتر من مره، محدش بيرد وكلهم واقفين مصدومين من اللي بيحصل. وساره جرت على مروان. خالته كويسه مش كده؟ انت قلت لي ان هي كويسه قبل ما نسافر. خالته كويسه صح؟ ومروان بثبات عكس اللي جواه. ايوه ساره كويسه. احنا هنصدق كلام ناس جهله؟ امال مش بترد عليا ليه؟ اكيد مشغوله، ولما تفضى هتكلمك. لا، دي كانت بتكلمني كل يوم كل يوم. قولي الحقيقه. صدقيني ده كلام فارغ. واسيا حست بالذنب وان هي السبب. ساره ده كلام فارغ، ما هي قالت ان جوايا حزن ولا في حزن ولا نيله. لا، دي كمان قالت ما تبصيش في الماضي ولا الانتقام، دي قصدها الكلام اللي قالته. وجريت ساره على الشط تدور عليها ما لقيتهاش، وفضلت تجري وهم وراها لحد ما لقت واحده تانية على الشط برضه بتوشوش الودع، بس مش نفس الست. وساره جريت عليها خدي قري لك كف. ومروان شدها بس بقى الكلام ده كفر وجهل. لا لا،
لازم تقرالي. وسارة للست: شايفة ايه؟ والست مسكت ايديها: هتتألمي كتير قوي يا بنتي الفترة اللي جاية، احذري من اللي حواليكي، اقرب حد ليكي مش زي ما انت شايفاه. سارة مسكت السلسلة وقالت للست صاحبة السلسلة: عايشة ولا ميتة؟ والست بنبرة مخيفة: انت السبب، انت السبب. وبرضه اختفت من قدامها، وسارة فضلت تجري وتدور عليها وهي بتعيط: انا السبب، انا السبب ازاي؟ انا السبب في ايه؟ يعني ايه انا السبب؟ حد يرد عليا. ملحوظة: طبعا كلنا عارفين ان الكلام ده مش حقيقي، وان دي مجرد رواية كذب المنجمون ولو صدقوا. قال جل شأنه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سورة النمل. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون نالت إعجابكم. شجعوني بلايك أمر كده زي عيونكم، واللي ما اشتركش في القناة يفهمني مستني ايه، بس ده الاشتراك مجاني عندنا. وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وسلام يا حلوين.